بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اليوم الجمعة 25/8/1436. أخذنا كيلو قهوة وعندما غسلناه لاحظوا يا جماعة ايش اللي طلع منه. شوفوا الترسبات وشوفوا ذا الوساخة. هذه قطران. نعم زي القطران. عليكم بشراء القهوة ثم غسيلها بالملحار. نعم، ثم تحط لها في صحن حتى تجف، ثم تحمس، ومن ثم تقهوى لك قهوة على كيفك. اما تاخذ المطحونة بهذه نتائجها. ومن اللي يرضى على نفسه الشيء ذا. شوف 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 شوف. طلع القهوة هنا. لا اله الا الله. صب الماء. صب الماء ذا. صب الماء هنا. الله اكبر. شوف 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 شوف. اي هذا النتيجة. هذا على طول موت. الناس اللي يقولون ما عاد حن حامسين ولا عاد حن مسوين شيء ولا عاد حن بغاسلين. انتبهوا لعماركم من الموت جاكم. لا اله الا الله. الله يعينك. انت اشتغلت لك شغل كذا. شوف الحين انشر هنا. صب هذا. صب القهوة. طلع القهوة. ها شوف الحين طلع برا في الشمس، ولما تجف احمسها يا اخوي. الله يعينك. ولا تخلل التيشه والتصنطاف. تقهو حشرة الناس يا مجرم. تقهو حشرة الناس علشان انك ما بالله تبغى كل شيء جاهز. اللهم لا حول ولا قوة. لا شوف الحين ممتازة. شوف هذا النتيجة. طيب ودك تشرب ذا ولا ودك تشرب ذا ولا ودك تشرب نتيجة ذا. شوف. والسلام عليكم وسلم على محمد ورحمة الله وبركاته. انتهت المهمة. انتهت.